بالنسبة لأغنية عيد الأم، فعلا احنا مرتبطين بأغاني لعيد الأم، يعني من زمان. يعني طبعا أولهم أغنية ست الحبايب للفنانة فايزة أحمد، واللي من المستحيل تتكرر تاني. بس احنا لما بنعمل أغنية لعيد الأم، ده من يعني بيبقى من حبنا في الموضوع وفي الأمهات، وقد ايه الأم دي عظيمة. آم، وما بيبقاش يعني مبيبقاش في دماغي أبدا يعني ربح أو كده، لأنه ده يوم واحد، وتقريبا هي بتتعرض في اليوم ده وما بتتعرضش تاني بعدها، يعني بتتعرض كل سنة مرة. فالموضوع مش يعني كان جميل بالنسبة لي وعملته بسرعة غريبة جدا. قبلها ب6 أيام لقيت ملحن وصديقي مصطفى جاد بيقول لي ايه رأيك نعمل أغنية لعيد الأم؟ والموضوع خلص بسرعة غريبة كده، يعني الحمد لله كان ربنا مبارك قوي في الموضوع. ونزلت الحمد لله، وحتى نزلت كمان على أنغامي وخدت يعني كانت في المرتبة الأولى في كذا بلد. فالحمد لله كانت حاجة جميلة جدا بالنسبة لي إن أغنية لعيد الأم ليا تبقى تتحط في مرتبة يعني كبيرة، لأن الأغاني بتاعة المناسبات دي مش دايما بتاخد حقها قوي، لأن المناسبة بتبقى يعني مرة في السنة، وما بتاخدش حقها حتى في الفيوز على اليوتيوب. كمان التصوير لما جيت صورتها في الأول أصلا كنا قايلين إن الأغنية هتبقى أوديو، وبعدين قلنا خلاص هنعملها ليركس فيديو. وبعدين قلنا لا خلاص احنا هنصورها بقى، فبس سجلتها الأول، بعد كده رحنا مصورين الأغنية. والحمد لله يعني كانت جميلة وعجبت الناس، يعني الحمد لله. بالنسبة للدويتو مع الفنان محمود العسيلي، في الحقيقة الموزع أحمد عادل كلمني وقال لي في أغنية وطنية مع الفنان محمود العسيلي، وهي من ألحانه ومن كلمات الفنان الكبير أيمن بهجت قمر. قلت له أوكي يلا بينا. ويعني ما فكرتش اصلا اقول له طب اديني فرصة اسمعها او اي حاجة، قلت له يلا نعملها على طول. والحمد لله الموضوع برضو خلص بسرعة، لان المفروض الموضوع معمول عشان المؤتمر الاقتصادي اللي حصل في مصر الفترة اللي فاتت. والمفروض ينزل بأقصى سرعة. فسجلنا وصورنا، وانا كمان حتى كان عندي سفر يومها، وطيارتي راحت، كان في مغامرات كتير كده، بس الحمد لله كان الموضوع حلو، وإن شاء الله تنزل قريب قوي في الفترة دي.